يعني اكيد طبعا انتوا عارفين انا طالع اتكلم على ايه، اكيد يعني مفيش كده. والله العظيم يا زمالك انا احترت، انا ما بقتش عارف اطلع اتكلم على انهي فضيحه في تاريخك. مش ممكن يعني. انا عمري ما شفت على مدار تاريخي وعمري كله وحياتي ورؤيتي لكرة القدم على مدار عمري كله ما شفتش نادي اجتمعت فيه كمية صفات قذرة بالشكل ده. ما شفتش نادي واحد اجتمعت فيه صفات حقيرة بس بالشكل ده. والله 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 لا طالع انتقد ولا طالع ازيط ولا طالع اذكر مساوئك، انا طالع احكي حقائق. انا طالع احكي مواقف حصلت ما ينفعش ننكرها لانها حصلت قدام عينينا. يعني مش طالع مثلا احكي لك عن موقف سنة 46 ولا 58 ايام ما كانش فيه تلفزيون اساسا. انا طالع احكي لك عن حاجات احنا بنشوفها واحنا عايشين. كل الموبقات اجتمعت في نادي زي الزمالك، رئيسه شبه مجلس ادارته، شبه جمهوره، شبه لعيبته، شبه جهازه، شبه الاجهزه الفنيه الاجنبيه اللي بيجيبوها من بره. ما تفهمش ازاي نادي اجتمع كل السلاسل بتاعه يعني المكنه على نفس الاخلاق، على نفس الفضايح، على نفس اللي بيعملوه. النهارده لعيبه الاتحاد، ماتش الزمالك والاتحاد بالمناسبه، يعني النهارده كان بيتلعب ماتش الزمالك والاتحاد، ولعيب من لعيبه الاتحاد، نادي الزمالك كله متمركز في نص ملعبه ونادي الاتحاد بينقل الكوره من الدفاع بتاعه مع الكوره. لعيب من لعيبه الاتحاد السكندري واقف في الناحيه اليمين بيلعب الكوره، بيغير الملعب ناحيه الباك الشمال اللي هو اسمه فوزي الحناوي. الكوره خبطت في فوزي الحناوي، وقع على الارض وهو فاتح برجل وركبته اتعصرت تحتيه، اتلوت، وقع غلط على رجليه اليمين اللي هي مش عدلته لان هو لعيب اشول، فوقع على رجليه الثابته اللي هي اليمين، لف وهو بيقع ركبته اتعصرت فنزل ما قدرش يقوم، وقع اتصاب قعد كده فرش في الارض. يقوم زيزو جاي وسابقه بكتير، يعني هو زيزو شايف المشهد، مش داخل معاه في الكره المشتركه فهنقول تركيزه على الكره مش على اللعيب، لا زيزو من بدري هو شايف فوزي الحناوي بيحصل فيه كده، وشايف الوقعه وشايف اللفه وشايف العصره، وكانت تبقى ممكن رباط صليبي على فكره عادي جدا لان ركبته لفت تحتيه زي ما انا لسه قايل لكم. زيزو شايف المشهد، جه جري حوالي 7 8 10 خطوات جري وقام واخد الكوره ورايح لعبها لسيف الجزيري، والكوره بوم سيف الجزيري حطها في الجون وبيحتفلوا. انا قاعد بتفرج على الماتش. طب ثانيه ثانيه يا جماعه، اكيد لما زيزو يبص وراه ويلاقي اللعيب واقع هيروح يعتذر او يحصل زي ما بيحصل في اي دوري في العالم، بيحصل كرات شبه دي، والفريق لما بيلاقي كده بيقوم مخلي الفريق التاني اللي دخل فيه الجون مسنتر ورايح جايب جون في نفسه، يا اما اللاعب الفريق اللي جاب الجون بيسنتر ويقوم مرجعها للحارس بتاعه، الحارس بيدخلها في نفسه عشان ترجع النتيجه 1-1 لانه هدف غير شرعي، غير مستحق، غير يعني unfair، هدف مش عادل. ده مش كوره، والغرض اصلا من الرياضه ومن كره القدم عموما فير بلاي، التنافس الشريف، الا مع الزمالك. الزمالك ما يهموش التنافس الشريف، الزمالك ما يهموش انه يكسب ازاي، المهم اكسب، المهم زي ما بقول لك قاعد بتفرج على الماتش مستني، اقسم بالله قلت في نفسي كده مستحيل توصل بيهم الحقاره للدرجه ديت. مستني اللعيبه تبص على اللعيب تروح تطمن عليه، تروح تخرج الكوره زي ما قلت لكم يسنطروا ويجيبوها في نفسهم. الجهاز الفني بتاع الزمالك يكلم لعيبه الزمالك ويقول لهم لا 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 رجعوا لهم الكوره، هاتوا جون في نفسكم. اي حاجه تحصل مستني، ما فيش اي حاجه اتحركت في الملعب غير طبيعيه، ده بالعكس ده كله فرح. ابص على الجمهور الاقي ايه؟ اوليه 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 اوليه. الزمالك بيشجع وجمهوره بيشجع وجمهوره فرحان وبيحتفل بالجون. ايه ده؟ عادي كده؟ يخرب بيت البجاحه، عادي كده؟ مفيش ولا واحد نطق، مفيش ولا واحد اعترض؟ ايه يا جدعان ده؟ انتوا بتلعبوا الاتحاد، يعني انتوا الرابع وهم السادس، يعني ماتش ميت اساسا. انتوا لا انتوا بتنافسوا على حاجه ولا حد بينافسكم، ولا هم بينافسوا على حاجه ولا حد بينافسهم. ماتش في اخر الدوري وفاضل 4 ماتشات والدوري يخلص وكل شيء محسوم. ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ ايه القذاره دي؟ ايه الحقاره دي؟ ايه اللي بيحصل في الزمالك ده؟ ازاي المنظومه كامله من اولها لاخرها بالشكل ده؟ ازاي يا جماعه؟ ازاي؟ والله العظيم 3 مستغرب، مش قادر اصدق ان في منظومه كده في الدنيا، لا شركه بقى، لا شركه ولا محل بقاله ولا لبان ولا نجار ولا
اي حاجه بين 4 حيطان وليها صاحب وليها شغالين وليها منظومه كده بتحكمها، انها تكون بالسفاله دي. ازاي كده؟ ازاي كده؟ ماي جيم از فير بلاي. ده حتى الفيفا اللي هي يعني منظومه اساسا مش نظيفه بتقول لك ماي جيم از فير بلاي. يعني مش عارف. انا احترت في الزمالك ده، ازاي بيفكروا ولا ازاي بيشجعوا ولا ازاي بينتموا ولا ازاي بيفرحوا؟ ازاي كده؟ ازاي كده؟ مفيش اي تفسير. تيجي بقى تبص، ده الكلام ده حصل في الشوط الاول. يجي ما بين الشوطين قلت خلاص بقى طالما المنظومه كلها ما اتكلمتش بتاعت الزمالك، وطبعا الجهاز الفني بتاع الاتحاد قام وحصلت خناقه على الخط، قام الحكم راح طرد المدرب بتاع نادي الاتحاد وطرد عبد الواحد السيد عشان بيعترض على مدرب الاتحاد اللي بيعترض ان ازاي جون زي ده يتحسب ولا جون زي ده يخش، ولا هو جاي من بره يا جماعه فاعذروه، ما يعرفش الزمالك عامل ازاي وما يعرفش اخلاق الزملكاويه عامله ازاي. ولكن قلت ما بين الشوطين الاستوديو التحليلي بقى بتاع اون سبورت هيتكلم. يا جماعه دي حاجه فاضحه يا جماعه، حاجه كارثيه اقسم بالله، لسه حاصله في الدوري الجزائري من 3 شهور وطلعت عليها في فيديو وقلت. بس بعد ما يعني بعد ما الحوار حصل كل الجمهور بتاع الجمهور الكرة في الجزائر هاج جدا على الفرقة ديت وانتقدوها وسففوها التراب يعني. ولكن يعني اهو بيحصل في الزمالك عادي جدا وما حدش بينتقد. تيجي بقى الاستوديو تحليلي بين الشوطين والاقي لك ايه، سيف زاهر يقول لك هي دي المقدمة. اول حاجة جت الكاميرا على سيف زاهر بعد الشوط الاول ما خلص: شوط رائع جدا من الزمالك ومن أسوريو، أخيرا أسوريو بيسير على النهج الصحيح، وشوط متميز جدا وشوط أكثر من رائع. رأيكم إيه يا كباتن في الاستوديو؟ أول حاجة تيجي الكاميرا على شادي محمد. شادي محمد تقريبا خايف على السبوبة الجديدة. أنا قاعد سمعت الكلمتين بتوع سيف زاهر اتصدمت، قلت شادي محمد أهلاوي بقى هينطق بقى، متربي على الحاجات اللي لحد ما يعني ما فيهاش هزار. تيجي الكاميرا على شادي محمد الاقي لك شادي محمد بيقول لك ايه: بص يا كابتن، يعني نتكلم بقى على الجون، اللعيب اتزحلق يعني، ومش زيزو مش مطالب ان هو يطلع الكوره يعني، عادي يعني. عادي؟ اللعيب اتزحلق ايه حضرتك؟ هو اتزحلق يعني وقام وما لحقش الكوره؟ ده اصابه، بقول لك ركبته لفت تحتيه كده، ممكن يجي له رباط صليبي ولا قطع في الغضروف تقعده في البيت سنه. انت ايه يا شادي محمد؟ إيه يعني؟ انت كنت لاعب اساسا على الله حكايتك، متداري في الجيل بتاع مانويل الجوزيه والجيل المتميز بتاع ابو تريكه ووائل جمعه ومتعب كده بالصدفه في النادي الاهلي. ما تفهمش ازاي، ما حدش كان فاهم انت بتلعب في النادي الاهلي ازاي. قدمت برنامج فشلت، طلعت على قناه النادي الاهلي فشلت، دلوقتي جابوك في اون سبورت تلاقيك بتاخد 5-6 مليم بس خايف عليهم تطلع تقول كده. يعني تعاكس ضميرك وتعاكس اتقائك لله وتعاكس شغلك ومهنيتك وتعاكس اخلاق المهنه واخلاق الكوره واخلاق الرياضه عامه عشان تضمن مكان في اون سبورت، عشان انت عارف ان اون سبورت كلها انت مؤهل للزمالك وعلى خط واحد تشجيع للزمالك، فخايف تقول كلمه الحق عشان ما تخسرش المكان الجديد اللي انت شغال فيه. اخصى على الرجاله، اخصى على الرجاله. طب سيف زاهر واحنا عارفينه على ايه؟ احنا عارفينه على ايه وهو عارف نفسه وما عندوش يعني ما عندوش يعني مش عايزين نغلط. تطلع انت اللي المفروض متربي في النادي الاهلي تقول كلام زي ده؟ اذا لم تستحي فافعل ما شئت. الحقيقه انا مش عارف اقول حاجه يعني في نهايه الفيديو، مش عارف اقول حاجه جديده. هو ده الزمالك وهو ده اخلاق الزمالك وهي دي طبيعه الزمالك من ساعه ما اتولدت لحد النهارده. وفكوكوا بقى من جو الشويتين بتوع نادي الكرامة. اللي حصل النهارده ده يمت للكرامة في شيء. اللي حصل النهارده ده بيدل على انكم مفيش اقل من كده او مفيش احط من كده وانتم ما عملتوش. اللي حصل النهارده ده احط حاجة ممكن تحصل في الكورة. طبعا انتوا عملتوا حاجات كتير ولكن انا بتكلم على موقف النهارده. مش لاقي كلام اقوله، ولكن متهيألي احسن تعبير نقدر نطلع بيه من اللي حصل النهارده هو ان اللي حصل النهارده من الزمالك ولاعيبته وجهازه وجمهوره وادارته وجهازه ورئيسه وكل من ينتموا للزمالك. احب اوجه لهم رساله ان النهارده اللي حصل ده هدف غير اخلاقي يليق بنادي الزمالك.
لحد هنا وبتكون الحلقه انتهت. اتمنى اني كنت ضيف خفيف على حضرتك. بقدر وقت حضرتك جدا، بحترم شخصك جدا. دمتم جميعا بألف خير. صلي على سيدنا محمد، ما تنساش دي اهم حاجه في يومك. السلام عليكم.